محمد المتابعين عندي بيحبوا يسمعوا كلام عن عوض ربنا ليهم، عن ازاي ربنا بيعوض العبد. فكنا عايزين ان انت تحكي لنا موقف مثلا ربنا عوضك عنه. الحمد لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى عوضنا بأولادنا الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. أنا سافرت الخارج تمام، وكذا واحد يقول لي أنت ما عملتش حاجة من الخارج وجيت بدري وبتاع. قلت الحمد لله أنا جيت عشان أربي عيالي وربنا كرمني بيهم. اللهم لك الحمد والشكر، ده فضل من عند ربنا، ما ده عوض. ما يمكن لو اداني المال ما كانش اداني عيال. طبعا ها؟ مش كل الرزق فلوس. مش كل الرزق فلوس، صح. فانا حمدت ربنا والحمد لله. دلوقتي اللهم في ناس حتى في معتقداتها ان انا لو مش معايا فلوس مثلا ربنا مش كارمني. لا ده كرم ربنا، ده كرم ربنا كبير جو طول. كفايه انك انت اول ما تقوم من النوم دي حاجه الواحد يحمد ربنا عليها طبعا. تقول الحمد لله رب العالمين الذي احياني بعد ما اماتني. الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني. واول ما تطلع وما تسعي، اما تبقى قاعد كده وتبص تلاقي رحت مشوار وربنا رزقك منه مش على الحسبان. طبعا ويرزقكم من حيث لا تدرون. يعني من غير اي حساب. فربنا سبحانه وتعالى اما يعوض بكثير. في ناس عاد عفوفة النفس دي اما تبقى معروفة، بعد احيان يقف قدامك واحد يبقى نفسه عفوفة، يقول لك مثلا الحاجة دي بكام؟ دي بقد كده، يلاقي نفسه هو مش معاه، يقول لك طب خلاص انت من نفسك طب خدها مثلا ولما تجيب او هات اللي معاه. هو عاد هيفرح. جبر الخواطر ده اعظم حاجه في الدنيا طبعا. جبر الخواطر ده حاجه حلوه قوي. لما انت تلاقي طفل ماشي مع امه ولا مع ابوه وانت قاعد اما تبيع اي حاجه والعيل عمل كيف، بابا عايز من ده، طب ابوه ما معاش، امه اتكسف، هتعمل ايه؟ هتديله منه. تلقائيا من نفسك هتلاقي نفسك هتاخد لك دعوتين حلوين بالدنيا كلها. والله ايه رايك؟ والله بالدنيا كلها والله العظيم هتاخد دعوتين حلوين، والله العظيم بتحصل كتير. وغير ان ربنا بيعوضك، ما شوف بيعوضك ازاي؟ ان انت بتبيع اكتر من فعلا. ويجي ابو الواد ده ولا ام الواد ده يجي ياخدوا منك بدل ويبقوا زباين عندك. فعلا حقيقي ولا؟ فعلا والله. فده كل حاجات، يعني حاجات حلوه وحاجات الناس غفلانه عنها.